هو بيبدا الفيلم بخان ضابط شرطه فنان بيقول للجندي ده انت واقف بتعمل ايه عندك؟ بيقول له واقف خدمه يا فندم. بيقول له اه والقارب اللي انفجر تحت رجليك ده مش واخد بالك بما انك انت واقف وفي قنبله تحت رجليه مش واخد بالك منها خالص؟ هو هترفع رجليه هتنفجر فيه. بيروح جنبه هو بيقول له بتعرف تعوم؟ بيقول له على قد خالص يا باشا. بيقول له طيب اثبت اياك تتحرك. بيدي الجاكيت لواحد من رجالته وباقصى سرعه عنده بياخدها جري. القنبله بتنفجر ولكن بينزل في الميه بالجندي. في الوقت ده مالك الارهابي ده بياخد رجالته هو بيخش على بيت الدكتور ده. بيقول له ازيك يا دكتور؟ بيقول له امرني عايز تتغدى ايه؟ بيقول له لا المره دي انا لا عايز اكل ولا عايز اشرب، انا جاي اعاتبك لانك انت خان وبتساعد القائد خان. استشهد يا جبان. بيرفع سلاحه وبيخلص عليه. بيخرج لمراته وبنته بيقول لها عارفه لو جوزك اذاني انا شخصيا كنت هسيبه ولكن بعني الخان وخان عايز يوقفنا عن شغلنا وانا ما بحبش اللي يعطل شغلي. هو بيخلص عليهم ابن الجاحد. في الوقت ده نيليمه مرات خان بتكون في الجنينه وابنها عرفان بيقول لها خد الكره دي ياما. بتقول له عرفان انزل من عندك لا تقع. بيقول لها لا مش هنزل. بتقول له لما يجي ابوك هقول له انزل من عندك بسرعه. بيقول لها لا مش نازل هنط عليكي. عيب يا ولد امك. ولكن الواد ما بيعرفش العيب رجله بتتزحلق بيقع لتحت. بتاخده جري على المستشفى. بيقول لها ما تخافيش ياما انا كويس. بيوصلوا للمستشفى وخان بيروح جري على هناك. بيقول لها قال لك الدكتور. بتقول له مش راضي يقرب ناحيه الواد. بيروح للدكتور هو بيقول له ابوس ايديك يا دكتور ساعد ابني. بيقول له سامحني مش هقدر اعالج ابنك. انت سمعت اللي حصل للدكتور اللي كان بيكلمك؟ ما بالك بقى اكشف لابنك. مالك الارهابي هيخلص عليا هو ورجالته. بيقول له انا هخلص عليك لو ما انقذتش ابني. بيقول له اقتلني على الاقل الكلاب دول هيسيبوا عيلتي في حالهم. بيسيبوه هو بياخد ابنه وبيروح على مستشفى تانية. الدكتور بيقول له بصراحه انا مش هقدر فبيرفع عليه سلاح. الدكتور بيخاف هو بيروح يكشف لابنه بيحاول معاه ولكن بيقول له للاسف يا فندم. بيقول له اسف مين؟ ولكن ما باليد حيله صديقي. بيدفنوه وخان ومراته بيعيشوا اسوأ ايام حياتهم. لا خان مركز في شغله ولا مراته دريانه بالدنيا. في الوقت ده صوفي بتاخدها جري على الطاف هو بتقول له انت قاعد بترسم هنا وانا بلعب لوحدي جوه قوم يا عم العب معايا. ما بيقومش بترميه في الميه. بيخرج من الميه هو بياخدها جري وراها. البنت بتفضل تجري لحد ما بتوصل عند بيت الطاف. بيخش وراها بيلاقي مالك ورجالته منورين في البيت. بيقول له ابو الطاف مين اللي عسل ده؟ بيقول له ده ابن الطاف. بيقول له يا سلام تعالى حبيبي خد اللعبه دي يلا بقى العب بيها مع زمايلك. الطاف بيكون عارف ان ده سلاح. بيقول له لا مش هاخده. بيقول له الظاهر انك جبان طالع لابوك وامك. على بالليل خان بيجيب قوه وبيهجم على المكان. بيلاقي العيال بيلعبوا. بيقول لهم خدوا يا اولاد الصواريخ دي طرقعوا فيها. بياخدوا منه الصواريخ ومالك بيقول لابو الطاف الاكل حلو قوي يا عمهم. يا ترى الست ام الطاف عاملاها حبا فينا ولا خوفا عليكم من السلاح؟ وهو بيسمعوا صوت طرقعه جاي من بره. اتنين من رجالته بيبصوا يشوفوا ايه اللي بيحصل. بيقول له ما تقلقش يا ريس دول العيال بيفرقعوا بومب في الشارع. بيقول له اكيد مبسوطين بيا غلبان ما يعرفش ان ده تمويه من خان. بيخش برجالته المكان وبلا رحمه بيضرب يا جدعان لا بيخلي اخضر ولا يابس صباعه ما فيش غير عالزنات كابس. والطف بيكون في منتهى الرعب. بيشوف ابوه وامه واخته بيروحوا من ضمن اللي راحوا. واحد من رجاله مالك بيحط ايديه على بقه. خان بيخلص عليه والطف بيفضل باصص على خان وخان مركز معاه. بيسيبهم ويمشي وبيروح على البيت. بيقول لمراته من كتر غضبي ما شفتش حد قدامي. التعليمات جات لنا ان مالك قاعد في البيت ده. من شده غضبي دخلت البيت فرتكت البيت باللي فيه. بتقول له خلاص اكيد ما كانش قصدك تقتل العيله دي يا عمري. بيقول لها المصيبه ان الواد شافني وانا بقتل عيلته. بتقول له بالظبط زي ما انا شفت ابني بيموت قدام عينيا احساس صعب قوي. بياخدها بالحضن. وتاني يوم الصبح بتقول له بقول لك ايه رايك تجيب الواد اللي انت قتلت عيلته ده احنا نربيه. بيقول لها انت لسه قايله ان انا اللي قتلت عيلته. بتقول له ما هو انت بتقول انك كنت مقنع يعني اكيد الواد ما شافكش اصلا. بيقول لها لا شافني وعينيه جت في عينيا وكان مركز معايا قوي. بتقول له ده طفل مستحيل يعرفك. بيقول لها ولما يكبر يقتلني. بتقول له لا لما يكبر هيعقل ونعرفه الحقيقه كلها. احنا المفروض نقف جنبه ونربيه. انا احبه اكتر من امه وابوه ما كانوا بيحبوه. بيقول لها صدقيني مش هينفع. بيروح على شغله. بيقول لرجالته فين الطاف. بيقول له الواد ده يا فندم من امبارح لا راضي ياكل ولا يشرب. بيقول له ايوه هو فين دلوقتي؟ بيقول له موجود في السجن. بيقول له انت اتجننت ازاي طفل زي ده تحطه في السجن؟ بيقول له اسف يا فندم. بيخش الالطاف. بيقول له قوم يا ابني خلينا نروح. وفعلا بياخده معاها البيت. اللي ما بتقول له اسمك ايه يا عسل ما بيردش عليها. بتقول له هو انت فاكر اني مش هعرف؟ العصفورات تقول لي اسمك الطاف صح تعال اوريك قطه. بتاخده على اوضته ولكن الواد يا صديقي بيقلب عفروته. كل اللي بيعمله بيفضل يرسم وهم باصين عليه من بعيد. بيكونوا في منتهى الحزن لان الطاف يا صديقي بيرسم الشخص المقنع اللي خلص على ابوه وامه واخته قدام عينيه. اللي ما بتخش له هو بتقول له قلبي انا عملت لك الكيكه اللي انت بتحبها. ابني كان بيحبها قوي كان بيروح يسرقها من الثلاجه وبتفضل تعيط جنبه. تاني يوم وهم بيفطروا بتقعد جنبه. بيقول لها هو ابنك كان اسمه ايه؟ كان بيقول له عرفان. بيقول له ده لبسه؟ بيقول له هو. بيقول له كان بيقعد فين؟ بيقول له كان بيقعد هنا جنبي. هو بيخش الحمام جري يعيط. وفي نص الليل في عز نوم الطاف كل اللي حصل لعيلته قدام عينيه بيتكرر. صوت امه واخته وابوه مش مفارقه. نيلي بتسمع صوته وبتخش الاوضه تاخده بالحضن وبتنام جنبه. خان بيغطيهم وبينام تحتيهم. وتعدي الاسابيع وتفوت الشهور وبعد سنه الطاف بيتعود عليهم وكل املهم في الدنيا دي ياخد مكان ابنها. وفي يوم وهو بيلعب بيقول لخان ما تغشش في اللعب يابا. خان ما بيكونش مصدق اللي سمعه. هو بيشوف في
الطف ابنه عرفان. بيقول له قلت ايه؟ سمعني كمان. بيقول له انت غشاش. بيقول له لا اللي قبل دي. بيقول له لا انا هقول له انك بتغش في اللعب. بالليل بيقول لنيم انا مش مصدق نفسي، النهارده الطف اول مره يقول لي يابا، اول مره اشوف فيها عرفان. بتاخده بالحضن والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده. تاني يوم الطف بيكون في البيت لوحده، كالعاده بيفضل يرسم والقلم بيخلص منه. بيروح على مكتب خان ياخد قلم، وهو بيدور على قلم بيفتح الجرد ده بيلاقي فيه سلاح، ورا السلاح بيلاقي القناع. صديقي بيلبس القناع، هو بيكون في منتهى الصدمه لانه بيتاكد ان اللي قتل اهله هو خان. بيرسم القناع على وش خان في الصوره دي، هو بيتاكد ان هو خان اللي قتل عيلته. بمجرد ما بيسمع صوتهم وصلوا بيطفي نور اوضته على طول. نيلي ما بتقول لخان بالراحه علشان هو نام. خان بيخش يركن مفتاح العربيه على المكتب بتاعه، بينصدم. هو بيقول لمراته فين الطبنجه والقناع اللي كانوا هنا؟ بتقول له معرفش، وهو بيخرج عليها الطف بالسلاح بيحاول يضربه، ولكن خان بيروح يمين وشمال وبيخبطه بالدرج ده بيوقعه على الارض. خان بيرفع عليه السلاح ولكن الطف بينط من الشباك. وتعدي الشهور وتفوت السنين، وبعد 10 سنين هلال الارهابي بيكون قاعد وسط مجرمين دوليين. كبرهم بيقول له ده حماده كومبوس، بيقول له التاني حمص والتالت مرقص وعلى الطبله هرقص. انا خطير جدا يا ابني، مفيش حاجه بتفوتني، عارف العالم ده كله والعالم يعرفني، الحاجه الوحيده اللي معرفهاش المهمه اللي انتوا عايزيني فيها دلوقتي. بيقول له دي مهمه ولكن مش مهمه عاديه. بيقول له هتدفع كام؟ بيقول له طيب اعرف تفاصيل المهمه الاول. بيقول له ما تلوكش كتير، هنفذها مهما كانت صعوبتها. هتدفع كام؟ بيقول له اللي انت عايزه، احنا ما يهمناش الفلوس، يهمنا نجاح المهمه دي. كشمير لازم تتدمر بكل اللي فيها. بيقول له هاخد 10 مليون دولار. شيريكو بيقول له لا هناخد 20 مليون دولار. بيقول لهم موافق. ايه الاهم من كل ده؟ نجاح المهمه عندي. عندك حد يخلص؟ بيقول له ما فيش غير واحد بس، هو اللي هيخطط وهينفذ المهمه دي، ابني الطاف. بيقول له فين الطاف ده؟ بيقول له على حدود الهند وجاي في الطريق. وفعلا يا صديقي الطاف بيفضل ماشي شويه في الصحراء وشويه في الغابه لحد ما بيوصل عند المخزن ده. بينزل تحت بحبل غسيل، وها هو الوحش المهين اسد العرين الطاف ابن الكدابين. بينزل تلطش في الظباط اللي في المكان شمال ويمين، بيخلص عليهم، واخر واحد بيقول له ابوس ايديك ما تقتلنيش. بيقول له حياتك ما تهمنيش، انا عايز العربيه بتاعتك ولبسك. وفعلا بياخدهم. هو بيروح على اسم الشرطه، بيقول لي اللي على الباب معاك الجنرال اوكا، عايز اقابل القائد خان. بيقول له هتطلع على السلم المكتب اللي على الشمال. بيطلع فوق وخان بيكون في الحمام. الطف بيلبس القناع ده، هو بيفضل مستنيه بره. العسكري ده بيحضر في القسم، هو بيقول اللي على البوابه اللي دخل دلوقتي مين ده؟ بيقول له ده جنرال اوكا، طلع للقائد خان. بيكون عارف اللي حصل للجنرال اوكا، هو بياخدها جري على مكتب خان. خان بيطلع من الحمام بيلاقي الطف قدامه صديقي، بينصدم والطف بيكون خلاص هيقتله، ولكن العسكري بيكسر الباب. الطف بياخدها جري من المكان. خان بيطمن على العسكري، بيقول له ما تقلقش يا فندم ما جاتش فيا. خان بيرجع على البيت، بيقول لمراته الطف رجع تاني. بتقول له بجد؟ وعامل ايه؟ اكيد كبر، شكله عامل ازاي؟ بيقول لها ما شفتوش. بتقول له ازاي؟ بيقول لها كان لابس نفس القناع، كان عايز يقتلني يا فوزيه. بتقول له ما هو ممكن ما يكونش هو. بيقول لها لا هو، هي نفس عينيه. بتقول له صدقني كان صغير ولحد دلوقتي قلبه مكسور. بيقول لها انا اللي كسره بايدي، يا ريت يستنى افهمه. في الوقت ده الطف بيكون وسط مجموعه الارهاب بتاعته، وواحد منهم بيقول له الحق يا الطف، خان طلع على التلفزيون. بيروح جري يشوفه، هو بيكون في منتهى الغضب. كان بيقول لا انا ضد ان اي طفل يشيل سلاح، كفايه دم، عايزين نعيش في سلام. المذيعه بتقول له طيب بس انت من 10 سنين قتلت شويه ارهاب كانوا في بيت عيله. بينصدم من السؤال، بيقول لها مش كل حاجه بتتقال يبقى حصلت زي ما الناس سمعت، ورا كل حكايه الف حكايه. المذيعه بتقول له تسلم يا فندم، كانت معاكم صوفيا الحافيه. الطف بيشوفها، هو ما بيكونش مصدق ان صوفيا لسه عايشه. بيفتكر كل ايامهم اللي عاشوها سوا وهم اطفال، وبيروح لها جري على الاستديو. بيلاقيها بترقص، بيخش على طول يرقص معاها. بتقول له انت مين يالا وازاي دخلت هنا اصلا؟ بيقول لها انت اللي بعتيلي. بتقول له انت سكران؟ وامتى بعت لك ان شاء الله؟ بيقول لها من 10 سنين فاتوا، قلت لي انا هبقى مذيعه ورقاصه، وقلت لي اجي علشان اكون اول واحد يشوف رقصه. بتقول له مستحيل. الطف بتاخده بالحضن وبتاخده معاها على المكتب. بتقول له شوف الجمال، المكتب ده بتاعنا يا معلم. ما بيكونش بركز معاها في الكلام، هو بيركز في صورهم هم وصغيرين. بتقول له ما تستغربش، انا لسه فاكره كل حاجه حصلت ما بيننا زمان. صفناها صديقي، مش معنى انك كنت خلبوس وانت صغير يبقى الناس كلها خلابيس. المهم بتقول له سيبك من اللي كان، قول لي انت كنت فين الفتره دي كلها؟ بيقول لها الشرطه قبضت عليا ولسه خارج من حوالي شهر. بتقول له ليه ما جيتش هنا على طول؟ بيقول لها اديني جيت اهو وهبقى اجيلك تاني. بتقول له لا انت مش هتيجي، هات ايديك بقى اقرا لك الكف علشان اعرف هتيجي في المستقبل ولا لا. بيقول لها لا ما تقريش حاجه. بتقول له ليه خايف من مستقبلك؟ بيقول لها لا خايف من الماضي. بتقول له خلاص انت رجعت وانا هعيشك زي ما كنا عايشين زمان واكتر. فاكر المركب اللي احنا كنا بنركب فيها سوا؟ بيروح ينام ونفس الكابوس بيجيله في المنام، الدخان مال المكان وصراخ ابوه وامه واخته مسمع الجيران. بيصحى من النوم وتاني يوم بينزل يقابل صوفيا، بيفضل سرحان. بتقول له ايه يا عم مالك؟ بيقول لها مفيش. بتقول له لا مخبي حاجه عني؟ بيقول لها لا ابدا مفيش. بتقول له انا اسمي صوفي كوفي، يعني محدش بيقدر يقاومني. بيقول لها صدقني مفيش حاجه. بتقول له لو انت حزين ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شويه، اقعد انت مهلبيه. بيقول لها بس يا بنت حلبيه، انا بقالي 10 سنين في كابوس، مش قادر انسى اللي حصل يا صوفيا قدامي، شايف دخان
دخان حوالينا، مش قادر انسى شكل امي واختي وابويا. بتقول له خلاص اهدى، بتاخده بالحضن، بيخلص معاها وبيروح لهلال. بيقول له يا وحش حطيت الخطه؟ بيقول له مهمتنا هتكون ضربتين، اول ضربه لازم ادمر عمود الاشاره ده، وعلشان ادمر العمود ده لازم الخريطه دي توصل لخان علشان يحط كل قواته في الحديقه وانا ادمر الجميل ده براحتي. بيقول له انت ازاي هتخش للعمود ده اصلا؟ بيقول له انا ظبطت كل حاجه، هخش الحفله ومن الحفله هدخل الرجاله هيركبوا القنابل وهنفجر العمود. بيقول له ايوه مين هيساعدك تخش الحفله؟ بيقول له واحد صاحبي. بيقول له يعني مش البت صوفي حب الطفوله؟ بيقول له صوفي ما تعرفش اي حاجه عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه، انا هاخد 5 بس من الرجاله، جافو وزبير. بيقول له استنى يا اسطى، ازاي البنت دي بتحبك وانت هتستغلها بالطريقه دي؟ هلال بيقول له اللي يمشي في طريق الجهاد قلبه مات، تعالى معايا يا ابو قلب حنين. بياخده جوه. بيقول له اسمع احنا عايزين جثه علشان نبعتها على مركز الشرطه، والجثه دي هيروح فيها الخريطه اللي احنا عايزين نبعتها لخان. بيقول له والجثه دي اجيبها لك منين؟ بيقول له ما هو انت الجثه. بيخبطوا بطلقه، الكل بيروح جري عليه. الطف بيقول له ازاي ما؟ بيقول له كنت بتكلم معاه وبقول له ان احنا محتاجين جثه، رفع السلاح وخلص على نفسه علشان مهمتنا تكمل، خدوه وبعت معاه الخريطه لخان. وفعلا صديقي بياخدوا جثته وبيرموه في كمانه وبياخدوا بعضهم ويمشوا. الظابط ده بيلاقي معاه الخريطه والطف بيروح لصافي. بتقول له ايه اللي اخرك؟ الحفله خلاص هتبدا. بيقول لها بصراحه انا اسف، لما اصحابي عرفوا ان انا هجيلك الحفله قالوا لي لازم نيجي معاه، فانا بصراحه محرج منك قوي. بتقول له الموضوع ده كبير قوي وهيكلفك حبتين. بيقول لها عادي اهم حاجه ندخلهم، عايزه كام؟ بتقول له دي بوسه لصاحبك، والتانيه لصاحبك التاني، والتالته لصاحبك التالت، والرابعه طب كفايه كده يا خالتي. بتكملهم له 5. بتقول له دي بقى السته عقاب ليك علشان اتاخرت عليا 10 سنين. بيمسك ايديها وبيقول لها انا بحبك قوي يا صوفي وهفضل احبك مهما حصل. بتقول له مفيش حاجه هتحصل، هروح اخلص اللي ورايا واجي لك علشان نخرج على الحفله. بتسيبه وتمشي. بيتصل من تليفون المكتب بتاعها وبيقول ايوه يا ابني في 6 عمال هيدخلوا على عمود الشبكه، سيبهم يدخلوا لان في صيانه هناك. بيقفل معاه وبيتصل بمكتب خان. العسكري بيرد عليه بيقول له فين القائد العام؟ بيقول له بيصلي يا فندم. بيقول له اديني مستنيه. وفعلا خان بيخلص صلاه والعسكري بيقول له خد يا فندم. بيقول ايوه مين؟ بيقول له الطاف. بيقول له انت فين يا الطاف؟ بيقول له ده عمهم تعالى لي عند الاذاعه لان النهارده عامل لك حفله تفجير محترمه. بيقول له بلاش الطريق ده يا الطاف. بيقفل في وشه وفعلا خان بياخد قوته وبيروح جري على هناك. الطاف بيفضل يرقص في الحفله وخان بيمشي الناس اللي في الحديقه. بيفضلوا يدوروا على القنابل ما بيلاقوش حاجه والطاف بيتصل بخان. بيقول له فين المتفجرات يا الطاف؟ بيقول له النهارده عيد ميلادك ودي هديه عيد ميلادك يا خان. هو بيفجر برج الشبكه يا صديقي. في الوقت ده هلال بيكلم اللي مأجرينه وبيقول لهم مهمه كشمير يعتبر خلصت بعد ضربه الشبكه، احنا كده عجزنا الشرطه، ابعت لي الفلوس علشان ناخد الخطوه الاخيره ونخلص ونخلص من المهمه دي. في الوقت ده خان بيكون قابض على صوفي. بيقول لها الطاف اللي دمر الشبكه كلمني من تليفونه من امتى وانت شغاله معاه؟ بتقول له اقسم لك ما اشتغلت معاه. بيقول لها امال ايه علاقتك بيه؟ بتقول له انا بحبه، رجع لي بعد 10 سنين ما صدقت لقيته. بيقول لها بس هو اتغير ما بقاش الطاف اللي نعرفه، بعد ما امه وابوه ماتوا قعد معايا فتره كبيره في البيت، مراتي كانت بتحبه زي ابننا عرفان. بتقول له انا ماليش دعوه بكل ده، انا بحبه ومش عايز اخسره، قول لي اعمل ايه؟ بيسيبها ويمشي. هو بيقول لرجالته وصلوها لحد البيت. في الوقت ده الطاف بيروح لهلال وبيقول له جهز يا وحش، رئيس الوزراء الهندي بعد يومين جاي على كشمير. بيقول له انا جاهز يا كبير علشان ادمر الكافرين. وهو بيسمعوا صوفي طالعه في البرنامج بتاعها بتقول ده ارهابي عنده 21 سنه طول حبتين ولون عينيه خضراء، يا ريت اللي يلاقيه يبلغ الشرطه. هلال بيفصل التلفزيون بيقول له اوعى قلبك يصحى، لازم تنفذ المهمه دي بعيد، بلاش تنفذها في المكان اللي احنا متفقين عليه، نفذها في البيت القديم. بيسيبه ويمشي. هو بيعيش اسوأ فترات حياته. في الوقت ده صوفي بتتكلم مع ابوها وبتقول له لا يابا انا كويسه ما تشيلش همي. بيقول لها يا بنتي صوتك مش مريحني. بتقول له لا انا كويسه. بيقفل معاها والطف بيتصل بيها. بتقول له عايز ايه؟ بيقول لها عايزه اقابلك. بتقول له اقفل مش عايزه اشوف وشك، وياك تتصل هنا تاني. وبتقفل في وشه. بتروح على شغلها وهي بترقص الطف بتوب عليها. بيقول لها انت ازاي بتقفلي في وش التليفون؟ بتقول له ابعد عني انا مش طايقاه، مش عايز اشوف وشك تاني مخصماك. بيقول لها وانت ايه اللي مزعلك؟ احنا بنجاهد في سبيل الله. بتقول له انت ناسي ان انا مسلمه؟ ليه ما بعملش زيك؟ الاسلام حرم قتل الابرياء. بيقول لها ما تسيبنيش وتمشي يا صوفي. بترجع له بتقول له انت عارف الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط وبتعمل كل ده علشان تنتقم لعيلتك، فوق يا الطاف. بيقول لها استني ما تبعديه. بيرفع عليها سلاح بيخلص عليها صديقي. وهو بيصحى من النوم تاني يوم الست المنقبه دي بتعدي بحور وبتمشي كتير لحد ما بتوصل لالطاف. بتاخده بالحضن. بيقول لها وحشتني قوي يا اما. ايوه هي يا صديقي هي مرات خان كانت دايما بتروح تزوره. بتقعد تاكله بايديها. بتقول له كل يا ضنايا كل، مش ناوي ترجع على البيت؟ بيقول لها هرجع ازاي وفي البيت الشخص اللي قتل ابويا وامي؟ 10 سنين وانا مش عارف انام، 10 سنين وانا مش عارف اخش الحمام، 10 سنين واسالي حسام. بتقول له اهدى اهدى انا جنبك. بيقول لها لا ياما، صوت صراخ امي مش راضي يسيبني، انا مش هسيب حقي. بتقول له اهدى انا جيت لك اصلا عشان اقول لك الحقيقه، بس قبل ما تسمع الحقيقه لازم تسمع مني الكلمتين دول وهسيبك فتره تفكر فيهم، مش علشان حد اذاك تاذي اللي ملوش ذنب. اتعلم يا ابني تفرق بين الغلط والصح.
صح، وشوف طريقك اللي انت ماشي فيه ده غلط ولا صح. شوف الطريق ده هيوصلك لايه في النهايه. شوف وقرر يا ابني. في الوقت ده خان بيكون قاعد مع رئيسه، بيجي له تليفون بيخلصه او بيقول له اسمع يا خان، انت عايز تتكفل بحراسه رئيس الوزراء اما يجي كشمير، ولكن بصراحه كده مراتك دايما بتروح تقابل شخص خطر. بيقول له مين الشخص ده؟ بيقول له ما نعرفش، محدش يعرفه اصلا، بس المعلومات اللي جاتني من المخابرات اكدت انها كل يوم بتروح تقابل حد غريب، فانت ركز في بيتك وسيب حراسه الوزراء لحد تاني. بيقول له مفيش حد هيحرس رئيس الوزراء غيري انا اكتر واحد يعرف كل خبايا كشمير، انا ابني مات في كشمير، مفيش دكتور كان راضي يكشف له علشان خايفين من الارهاب يقتلهم، وبرضه ما سبتش كشمير. بيقول له اسمع يا خان، بيقول له بلا خان بقى بلا دخان بلا نيله، واقسم لك لو ما حرست رئيس الوزراء بنفسي لا تكون استقلت في يومها على مكتبك. وبيسيبه ويمشي. بيروح على بيته، بيقول لمراته كنت فين؟ بتقول له يهمك في ايه؟ وبعدين ايه اللي جابك من شغلك بدري كده؟ بيقول لها رد عليا كنت فين؟ رحت قابلتيه زي كل مره؟ بتقول لي انت اللي كسرت قلبه وهو صغير. بيقول لها وانت قلت لي هاته لما يكبر هيعقل ونقول له الحقيقه، قلت له الحقيقه؟ طبعا لا. طيب كبر وعقل؟ برضه لا. بقى ارهابي قد الدنيا، ارهابي مسمع في الداخليه كلها. اسمعيني كويس، انا جوزك وهو ابنك، هو اللي اختار طريق النار، لا يقتلني يا اما هقتله، مفيش حل وسط. هو بيسيبها ويمشي. في الوقت ده صوفي بتكون قاعده على شغلها، بتبص بتلاقي الطف بيخبط عليها، بيصعب عليها، فبتفتح له وبتمشي. بيقول لها انا بكره هسيب كشمير، همشي ومش راجع تاني، حبيت اجي اسالك سؤال قبل ما امشي. بتقول له باي حق؟ بحق الصداقه اللي بينا وانت خنتها، ولا بحق حبي ليك اللي ضيعني، ولا بصفتك ارهابي؟ بيقول لها واحد امه وابوه ماتوا قدام عينيه، عايزاه يطلع دكتور اسنان؟ تقول له ما تتكلمش في الموضوع ده، انت كدبت عليا. بيقول لها كدبت عليك ولكن ما كدبتش اما اعترفت لك بحبي ليكي، ولسوء حظي اني حبيتك قد ما بكره خان، علشان كده استغليتك كسلاح ضده. بتقول له ما هو ده اللي مزعلني، انت كده بتكرهه اكتر ما بتحبني انا. بيقول لها انا ما حبيتش حد في الدنيا دي قد ما حبيتك، ولذلك جيت علشان اسالك سؤال واحد، بعد ما كل حاجه تخلص واخد بطاري واطفي ناري هتقبليني وتيجي معايا؟ بتروح تجيب له الحلقه اللي لبسوا لها بايديه. بيقول لها يعني خلاص انا مش هقدر اشوفك تاني، بس هعيش على كل يوم كل ساعه كل لحظه حلوه عشناها سوا، هعيش على ذكراكي معاكي ومش معاكي. بيسيبها ويمشي، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن، بيفتكروا كل ايامهم سوا. هو بيسيبها وبيكون قلبه حاسس ان دي اخر مره هيشوفها فيها. تاني يوم خان بيمشط المنطقه اللي شاكك ان الطف هيفجرها، او بينطور رجالته في المكان. الطف بيخلص على واحد من رجالته وهو بياخد منه الجهاز اللاسلكي. بيقول له سامعني يا خان؟ بيقول له عايز ايه الطف؟ بيقول له من 10 سنين زي النهارده فاكر 23 يوليو كان عندي 10 سنين بالظبط في يوم ميلادي، في ضابط مجرم قتل اهلي قدام عينيا، 10 سنين من غير احتفالات بيوم زي ده، بس النهارده هحتفل واحسن هديه اخدها هي انت يا معلم. في الوقت ده رجاله الطف بياخدوا شنطه المتفجرات دي، وفي عربيه خان بيكون في شنطه شبهها بالظبط، بيبدلوا الشنط، بياخدوا الشنطه اللي فيها الاوراق، هو بيحط الشنطه اللي فيها المتفجرات. خان بينزل من الطياره، هو بيقول لواحد من رجالته انا هروح على البيت، خلي بالك مع الرجاله هتغدى واجي. بيقول له مش معقول يعني يا فندم هتروح تتغدى واحنا في ظرف زي ده؟ بيقول له بصراحه انا زعلت من مراتي امبارح، لازم اروح اصالحها، خلي ربنا يوفقنا، حتى لو مت اموت وهي مش زعلانه مني. بيقول له براحتك يا فندم. وفعلا يا صديقي بيروح على البيت وبياخد شنطه الاوراق من العربيه اللي بدلوها بشنطه المتفجرات، ومش عارف الفكره دي جت للمخرج ازاي شنطه ورق تتبدل بشنطه متفجرات. وخان قال يشيلها كده عادي، ما ياخدش باله من فرق الوزن، ده لو فيها كتاب حياتي عين هياخد باله. المهم يا صديقي نصدق خياله، وخان بيطلع بالشنطه لمراته، بيعمل الدخله الجميله، بيفضل يغني لها، وفعلا بيصالحها وبيرجعوا هما الاثنين زي الكبده على الزبده. بتهزر معاها، بتخرجوا بره الاوضه، وهوب الشنطه بتنفجر فيها جوه يا صديقي. الطف بيعرف اللي حصل، هو اللي بياخده ما بيجيبه. خان بيدفن مراته، هو بيروح على بيته اللي بقى عباره عن رماد، بيمسح اخر شويه دم فاضل من مراته، هو بيخلي المنديل في جيبه، بيروح على الشغل هيجان، هو من غير اي اسلحه بيخلص على اول واحد من رجاله الطف. بيقول للتاني فين الطف يا لنطه؟ بيقول له في شارع كوخل البارح. بيروح جري على هناك بنفس القناع، بيخش على البيت، بيفرتك كل اللي فيه، بيلاقي شريط فيديو مكتوب عليه مهمه كشمير، بياخد الشريط وصوفي بتصفيه، وكلهم بيتفرجوا على الفيديو. بيلاقوا شويه عساكر بيلفوا حوالين مسجد كشمير الكبير. خان بيستغرب وبيقول لها وقفي هنا، الواد ده مش عسكري، ده ارهابي من رجاله الطاف، والنهارده انا مخلص عليه بنفسي. الغريب ان النهارده الجمعه، مش معقول هيفجروا الجامع. شوفي لو وصلت لاي حاجه اتصل بيا وانا هحاول اعرف تفاصيل المهمه. في الوقت ده الطف بيحط الخطه، هو بيقول لهلال اللحظه اللي هنضرب بيها بالمدفع لازم تجيب لي خان وتيجي. بيقول له الله ينور عليك تمام. في الوقت ده خان بيسيب واحد من رجاله الطف يهرب، هو بيفضلوا ماشيين وراه لحد ما الشخص ده بيروح لهلال، ولكن الطف بيكون خد المدفع وماشي. المهم خان بيخش عليه، هو بيقول له انت ايه هي مهمه كشمير؟ بيقول له تخيل من فتره كبيره فاتت الشرطه مسكتني، فضلت حاطط ايدي على خدي 7 ايام، 7 ايام يعذبوا فيا من غير اكل ولا شرب وما نطقتش باي كلمه، ما بالك بقى من 37 دقيقه والمهمه تخلص؟ هتعمل ايه فيهم يا باشا؟ هتعذبني؟ جرب. بيقول له 37 دقيقه، بيقول له بقوا 36، بيقول له انا هخلص عليك في 10 ثواني لو ما قلتليش ايه هي مهمه كشمير. بيقول له اضرب، بيكون خلاص هيضرب، ولكن واحد من رجالته بيقول له استنى يا ريس، تعالى بسرعه معايا.
صحيه. بيروح معاه صوفي بتقول له هي دي مهمه كشمير يا فندم، هيضربوا المسجد الكبير اللي هيكون فيه رئيس الوزراء. بيقول لها مش رئيس الوزراء بس، ضباط والاف من اهل كشمير. النهارده الجمعه الكل هيروح يصلي في المسجد ده، انا هروح لهلال هو اللي هيوديني الالطاف وانا هخلي الطاف ينقذ المهمه. بتقول له اكيد هلال مش هياخدك على هناك. بيقول لها لا هيرضى، لان الطاف عايز يخلص عليا باي ثمن وانا هروح مع هلال مستسلم، هضحي في نفسي علشان انقذ كشمير. وفعلا بيروح لهلال بيقول له انا عايز اخلص على الطاف وهسيبك في حالك وانت وشوقك بقى، روح خلص المهمه اعمل اللي انت عايزه، ما يهمنيش كشمير، يهمني اخد بطار مراتي من الطاف، انا هاجي معاك مستسلم، سيبني انا والطاف واحد فينا يخلص على التاني. وفعلا بياخدوا مغميه والطاف بيشد المدفع وهو بيخش عليه هلال بيقول له ليه اتاخرت؟ بيقول له كنت بجيب لك هديه عيد ميلادك، روح خلص على خان بنفسك جبتهولك على الجاهز. وفعلا بيروح جري الخان بيخش عليه وهي واحده بيجيبه بره، بيكمل عليه هو بيشيل القناع من على وشه بيقول له عيونك دي ما نيمتنيش الليل لمده 10 سنين وانا عايش في الكوابيس بسببك. بيكسر في عظمه بيقول له اضرب زي ما انت عايز يا الطاف، كل اللي عايزه منك تعرف ايه هي مهمه كشمير، الكلاب دول هيفجروا المسجد بالمدفع، تخيل هيقتلوا الاف بني ادمين وهم ساجدين. برضه بيفضل يخبط فيه بيقول له انت لازم تعرف اللي حصل قبل ما اموت، امك وابوك ماتوا بالغلط، ابني كان ميت بسبب خوف الدكاتره من الارهاب اللي كان عندكم في البيت، ما كنتش شايف حاجه، طلعت غل في الكل زي ما انت مطلع غلك فيا، بعد ما اموت لازم تمنع الكلاب دول مهمتهم تنجح. هلال بيكذب عليه، رئيس الوزراء مش هيكون لوحده في المسجد، هلال بيعمل المهمه دي وقابض ثمن الناس اللي في المسجد، هلال واللي زيه عايزين يخربوا البلد، بلاش تغلط يا ابني. بيقول له زي ما انت غلطت، بيقول له ما هو غلطتي دي دمرت حياتي وحياتك، انت غلطت غلطه صغيره قتلت امك، المنديل ده اللي فاضل منها، بلاش تغلط غلطه اكبر وتدمر كشمير وتشيل ذنب ناس ملهاش اي ذنب في اللي حصل، صدقني انا قلت لك حقيقه كل حاجه حصلت وبتحصل. وهو ابن الهرمه هلال بيخبطه بطلقه بيقول له ما تسمعلوش، طلع سلاحك وخلص عليه، بيخرج سلاح بيقول له اقتلني بس بعد ما تقتلني انقذ كشمير. بيبص على المنديل هو بيفتكر كلام نليمه لما قالت له اعرف الصح من الغلط، بيعرف الصح هو بيلف بسلاحه بيخلص على الارهاب اللي مع هلال، بيجيبوا على الارض والاتنين بيقفوا في كتف بعض، خان بيقول له سيب لي الكلب ده، بيخبطوا 4 طلقات في ايديه ورجليه بيعجزوا ما بيقدرش يقوم من على الارض، الطف بياخده على كتافه وخان بيروح يوجه المدفع على باقي الارهاب. هلال بيقول له اسمع كلامي يا ابني انا صح وهم غلط، خلص على اللي قتل ابوك وامك. بيقول له انت كنت ناوي تقتل كام اب كام ام كام طفل؟ ابن الهرمه بيخرج القنبله دي وبيرميها عليه بيقول له انا وانت هنروح سوا. الطف بيستسلم والقنبله بتكون خلص عليهم هما الاثنين، ولكن خان بسرعه الزلاويكو بياخد القنبله وبيرميها لبره بتبعدهم، ورجاله هلال بينزلوا فيهم تخبيط. بتخبطوا في مين؟ ارجع يا حزين اللي بعده انا هساعده. الاثنين بيعملوا ميكس جبار، واحد بالسلاح والتاني كوسه وخيار. الطف بيمسك المدفع ده ولكن واحد بيخبطه بطلقه في صدره، خان بينصدم والطف بيخلص عليهم بالمدفع. ابن الهرمه برضه بيخبطه بطلقه والتانيه والتالته بيخلص عليه، بيجي في الميه والمكان بالكامل بينفجر يا صديقي. خان بياخدها سافر وراه لتحت، مهمه الارهاب بتفشل بسبب الثنائي الخطير خان والطاف ابن المعلمين، ولكن الطف بيكون مع نليمه في الجنه. مفاجاه صديقي ده بيكون حل، الطف بيفوق في المستشفى ضحكان بيلاقي صوفي قدامه خان بيقول له وحشتني قوي يابا يلا بينا نروح على البيت. بيقول له لما نجوزك صوفي الاول، وفعلا بيجوزها له وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وحاجات.